بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي أخواتي. إن شاء الله اليوم غنتقاسم معكم واحد الفكرة رائعة. عندي هنا العنب الأبيض الطويل اللي تيكون ما فيهش العظم اللي كيصايبوا منه الزبيب. هنا العنب شديته فركته مزيان ورقدته، غسلته مزيان ورقدته في الخل وخليته واحد شوية، واحد المدة ديال ربع ساعة، وغسلته عاود شلته صفيته مزيان. هنا عندي الطنجرة درت فيها معلقة ديال بيكربونات الصودا، معلقه مع مرج ديال الملحه. هاد الملحه غنقول لكم من بعد علاش. كيتغلى ليا الطنجره كندير العنب ديالي، ما كنخليش حتى كيغلى بزاف، يعني تقريبا واحد المده ديال 5 دقائق او 7 دقائق. صافي كتبان ليا واحد الكشكوشه طلعات على العنب واللون ديالو بدا كيتبدل، صافي كنصفيه وكنخليه يتصفى مزيان. كناخذ واحد اللاطه اولا بلاطو، غالبا لاطه. نسرح في واحد الزيف ديال الابيض اللي تيكون نقي، وكنسرح فيه العنب وكنطلعو للسطح كنقابلو مع الشمس يوميا من الصباح حتى العشيه. خاصو ما يباتش في السطح، لانه ملي كيبات في السطح كيولي ليه واحد الميديتي وكيرجع يفزك شي ما درناه. نقابلوه مع الشمس كيف ما كتشاهدوا معايا. واللي ما عندهاش السطح تقدر تاخذ الفران تشعلو تسخنو مزيان وتطفي عليه وتدخل ليه اللاطه. انا هنا الحمد لله كاينه عندي الشمس قريبه للسطح، يوميا كنحطو في السطح. كيف ما كتشاهدوا معايا اللون ديالو كيبدا يتبدل. والملحه، علاش الملحه؟ قلت لكم باش ما يجينيش يتلصق وباش ما يتجمعوش عليه دوك الحشرات. انا سبق لي وتقاسمت معكم واحد الفيديو ديال كيفاش كتصايبي الشريحه البلديه في الدار، وبزاف الناس سولوني علاش الملحه كما كتمنع الحشرات باش يجيو. بالنسبه لهذا الشيء اللي كنبغيو نديروا ليه طريقه تجفيف، يعني طريقه تقليديه، ما كتخلي حتى شي حشره تحط عليه. هذه كفكره. وبالنسبه للزبيب كيف ما كتشاهدوا معايا يوم بعد يوم كيبدا يتبدل اللون ديالو، كيبدا يضعف وكيبدا يقلال، كيولي شويه كيف ما كتشاهدوا معايا. هادو راه 3 كيلو، يعني تقريبا خرجوا ليا كيلو. 3 كيلو ديال العنب. هو صراحه كان ثمن، يعني ثمن بسيط جدا. 3 ديال الدراهم باش خديتو الكيلو. 3 كيلو عطاوني كيلو ديال الزبيب. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا كينفعنا بزاف في وصفاتنا، وانا خاصه انا وليداتي كياكلوه. ولدي الصباح كيفيق شي مرات ما كيقدرش يفطر، كنعطيه شويه ديال الزبيب كياكلو كيمشي للمدرسه. اخواتي نتمنى هاد الطريقه ديال الزبيب في الدار، طريقه تقليديه تقاسمتها معكم، تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش بالدعم ديالكم وتشجيعاتكم وبارطاج الفيديو ولايك باش نبقى دائما نقدم هذا المحتوى النقي. ساعدوني وشجعوني، وكنتسنى دائما اقتراحاتكم وتعليقاتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فكرة اخرى وفيديو اخر. مع السلامة.